البصل القديم، بصل السنه اللي فاتت اللي عندك، اوعي تسيبيه يبوظ علشان خساره يبوظ. انا الصراحه عندي كميه بصل فانا هفرزنها كلها كده. البصل لو تفتحيه وتلاقيه كده هو كده خلاص زرع، ما ينفعش ان هو يتاكل، علشان كده يعني البكتيريا اللي فيه او التعفن اللي فيه ده خلاص كده البصله دي ما بقتش نافعه ان هي تتاكل، هي كده مكانها ان هي تتزرع، عايزه تتحط في الارض وتتزرع. قبل بقى بالبصل يوصل للمرحله دي طلعيه او هاتيه من عندك، يعني لو انت شايله كميه او حتى لو حبه صغيرين خساره ان هم يبوظوا، هتفتحيه من جوه تلاقيه سليم كده، هتستخدميها على طول بعد ما تقشريه وتشيلي منه اللي من فوق دوت. لو في خضار او ما فيهوش بتشيلي اللي فوق دوت، وتفضلي سايبه الراس دي عشان ريحته ما تطلعش او يبوظ منك. بعد كده بتغسليه غسله حلوه وبتبتدي تقطعيه وتحطيه في الكبه وتضربيه او تفرميه كده بالشكل دوت وتشيليه في الفريزر، لا ريحته بتغير ولا طعمه بيغير. بصوا انا اهو مفرزيناه اهوت، ولا ريحته غيرت ولا لونه غير. بصوا لونه هو ولا ريحته بتروح ولا اي حاجه. انا بخزنه كده زي ما هو من غير ما احط عليه اي حاجه، ولا ملح ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. تقدري تخزني كده وتقدري كمان تحمريه في السمنه او في شويه زيت شويه، يعني تديله تحميره خفيفه وتشيليه. بس انا بشيله كده وما بيحصلهوش اي حاجه بدل ما يبوظ منك البصل خساره. اما لو وصل معاكي لمرحله التعفن دي فاوعي تستخدميه، بيبقى سم مصيبه يعني. لو استخدمتيه ما ينفعش خالص، هيترمى كده في الزباله وخساره. البصل الجديد طلع. هاتي بقى القديم اللي عندك كله فرزيني كده، واعملي حسابك ان انت تقللي في كميه الخزين بتاعه البصل لو بتخزني كده زيي، عشان انا عندي كميه كبيره. جربت فيه الاول كده اشيله كده، ولما لقيته مش بيبوظ ولا ريحته بتبوظ ولا لونه بيغير، فقررت ان انا هعمل كل الكميه دي. انت كمان ما تسيبيش البصل يبوظ خساره. جربي الطريقه دي وان شاء الله هتعجبك ومش هيغير خالص البصل. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي. مع المساء.